حبايب قلبي، ده كانت مهندسين الصف السادس الابتدائي. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. معنا النهارده يا باشمهندسين مع حل تمارين الوحده ال11 يا باشمهندس، اللي هو الدرس الاول فيها، اللي هو الدرس رقم 1 و2 و3. تمام، بس هو تمارين واحد من الوحده ال11، اللي هو استكشاف المستوى الاحداثي وتحليل المستوى الاحداثي وتحليل النقاط في المستوى الاحداثي. منتج في كتاب سلاح التلميذ، صفحه 117 118 119 120. هنحلهم يا باشمهندس ان شاء الله في فيديو واحد. وباشمهندس، في بداية الفيديو كده باشمهندس حابب نقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويا رب نشوف تعاد علينا الأيام بخير. السؤال يا باشمهندس بيقول لك حدد الربع والمحور الذي تقع عليه النقط. ركز بقى يا باشمهندس، قبل ما نخش ونبدأ أنا عايز أفكرك بحاجة بس يا باشمهندس لو أنت ناسيه أو أنت مش عارف. لو أنا معايا محورين بالشكل دهوت عموديان على بعض متعامدان، يعني ده كده اسمه محور إكس، ده كده اسمه محور واي. محور إكس ده يا باشمهندس بالموجب أهو، خلينا نجيب لون تاني، ده كده موجب، ده كده سالب، ده كده موجب، ده كده سالب. برافو عليك. ده عبارة عن موجب وموجب، أو النقطة يا باشمهندس بتاعتنا بتنكتب بالإكس ثم الواي، بمعنى يا مستر بتكون موجب وموجب. ده في الربع رقم واحد. في الربع رقم اتنين بيكون عبارة عن سالب وموجب، أدي سالب وموجب أهو. في الربع رقم تلاتة بيكون عبارة عن سالب وسالب. في الربع رقم أربعة هيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجب والسالب. يلا بينا. بنقول لك هنا سالب وموجب. بص، سالب وموجب، انا ماليش دعوه بالارقام ايا كانت الارقام، حتى لو نص ربع وخمس ماليش دعوه. سالب وموجب، بص سالب وموجب يقع في الربع الثاني، يبقى نكتب كده الثاني. طب ده سالب وسالب، طب ما سالب وسالب يقع في الربع الكام؟ الثالث، يبقى نكتب كده الثالث. طب موجب وموجب الاول، ادينا اهو كتبنا اهوت كده الاول. طب ده موجب وموجب، ادي موجب وموجب، يبقى يقع في الربع الاول. ركز معايا، موجب وسالب، موجب وسالب يقع في الربع الكام؟ الرابع، نكتب كده الرابع. طب سالب وموجب، ادي سالب وموجب يا مستر، سالب وموجب يقع في الربع الثاني، ادي الثاني اهو. طب ده موجب وسالب، بص كده موجب وسالب يقع في الربع الرابع، ادي الرابع اهو. طب سالب وسالب هي طبعا الثالث اهو. طيب سالب وسالب تاني، طبعا الثالث برضو، ادي الثالث. طيب هنا شو كده 12 يبقى الموجب والموجب، مالناش دعوه بايا كانت الارقام، موجب وموجب يبقى في الربع الايه الاول. طب دي موجب وصفر، موجب يعني السين بموجب وصفر يبقى محور اكس، نبقى ده على محور اكس. طب بيقول لك صفر وسالب 6 يبقى محور ايه؟ واي، يبقى دي كده على محور الواي. خلاص كده. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 2 يا باشمهندس بيقول لك هنا لاحظ النقاط المحددة على المستوى الإحداثي المقابل، ثم اكتب الحرف الذي يمثل كل مما يلي. بيقول لك 6 و7 كتير على خط الستة في الإكس أهوت، وتطلع على خط السبعة ده نقطة إيه؟ الإيه خدناها واشطب عليها عشان بس ما تتكررش معانا باشمهندس وننسوها. 0 و8 أدي الصفر، وتطلع على خط التمانية أهو نقطة الإم، اشطب عليها. طيب بعد كده سالب 6 وسالب 6، أدي سالب 6 على الإكس ثم سالب 6 على الواي اللي نقطة إن أهي. طب نقطة الدال رقم سالب 6 و6 ونص، سالب 6 اهيت و6 ونص اللي هي نقطة البي. طب اللي بعده 0 وصفر، نقطة الأو اللي هي نقطة الأصل، خلي بالك لو أنت مش عارف اسمها. 4 وسالب 7، أدي الأربعة عند الموجب وسالب 7 تحت عند الجي أو دي كاسي. طيب دي سالب 2 وسالب الأربعة، سالب الاتنين وتنزل على سالب 4 نقطة الدي. طيب سالب 4 و3، سالب الأربعة و3 اللي هي نقطة البي. طيب دي 7 ونص وسالب 5، 7 ونص اللي هي يا باشمهندس هنا اهوت ما بين الستة وما بين السبعة وما بين التمانية اهو، وسالب 5 يبقى تحت اللي نقطة الاف اهو. طب سالب 8 وصفر، سالب 8 اهوت وصفر نقطة الاي. طب دي سالب 7 وسالب 2 وربع، سالب 7 و2 وربع اللي هي نقطة الدبليو اهو. طيب 8 و3 و75 يعني 8 و4 الا ربع، 8 و4 احنا خدنا دي، هي طبعا الاتش عشان 8 و4 الا ربع اهيت اللي هي نقطة الاتش. كده تكون خلاص. تعال نجيب النقطة اللي بعد كده. السؤال رقم 3 بيقول لك لاحظ النقاط المحددة على المستوى الإحداثي المقابل ثم اكتب الزي مرتب. بقول لك ركز معايا يا باشمهندس. هنا المرة اللي فاتت كان هو يجيب لك النقطة وبيقول لك روح مشي لي كده وتشوف لي اسمها ايه، لكن هو بيقول لك النقطة هيت والحرف اهوت ويقول لي ديت بتقع فين حتة. تعال نجيب أول حاجة حرف التي اللي هو ده. بص كده الإكس هنا ب4 يبقى كده بالأربعة، والواي هنا ب7 اشطب عليه واكتب هنا 7، تبقى التي عبارة عن 4 و7. طب شوف لي الكي اللي هي دي عبارة عن 0 و5، ادي 0 و5 اشطب على الكي. طيب يا باشمهندس البي عبارة عن 5 والاتنين، ادي 5 و2 اشطب عليه.
وديت الام. فين الام هنا يا باشمهندس؟ اهي. بيقول لك هنا بص الواحد وما بينهم كده تبقى سالب 6.5، يبقى نكتب هنا 1 بالموجب وسالب 6.5 اشطب عليها. طيب والسي عبارة عن 3 وسالب 5، 3 وسالب 5 دي نقطة السي. طب ونقطة ايه دي؟ الار اهيت ما بينهم يا باشمهندس تبقى 7.5 وكام ديت؟ وسالب 1.5، يبقى دي 7.5 وسالب 1.5. طيب نقطة الاس خدنا نشطب عليها بقى. نقطة فين الاس؟ اهي عبارة عن سالب 5 وسالب 6، سالب 5 وسالب 6 اشطب عليها. بعد كده نقطة الايه عبارة عن سالب 2 وسالب 4، سالب 2 وسالب 4. طب نقطة ال N هيت عبارة عن 6 سالب 6 وسالب 2، سالب 6 وسالب 2 أهي. طيب بعد كده نقطة ال U عبارة عن سالب 3 وصفر، سالب 3 وصفر. طب ديت ال G مثلا يا باشمهندس عبارة عن التلاتة السالب 2 وتلاتة وربع، بس سالب 2 وتلاتة وربع اللي هي 25%. طيب هنا يا باشمهندس آخر واحدة اللي هي الزد بقى، اللي هي عبارة عن سالب 7 والستة، سالب 7 والستة. كده تكون خلاص. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 4 يا باشمهندس بيقول لك مثل النقاط. المرة دي يا باشمهندس مش جايب لك النقطة ويقول لك هات لك أنت بتاع، لا هو جايب لك النقطة ويقول لك موقعها اهوت وروح حطه لي. حط النقطة هنا بقى. ال A ب2 و3 تيجي رايح على طول الاتنين تطلع اطلع طول 3 أهو. دي كده اسمها نقطة ال A اشطب عليها. التانية سالب 5 و8، سالب 5 تطلع على اقصاد التمانية اهو يا باشمهندس وتحط لي النقطة هنا، ودي اسمها نقطة البي اشطب عليها. طب دي سالب 6 وسالب 6 هي جاية بعد السالب 6 عند الاكس وتنزل على السالب 6 عند البي اهيت، وتحط لي النقطة يا باشمهندس اهي وسميها لي سي اشطب عليها. بعد كده دي هي 2 وسالب 3، 2 وسالب 3 اهي نقطة الدي. طب اللي بعده السالب 6 و5، سالب 6 اهوت وتطلع على اقصاد الخمسة اهوت يا باشمهندس كده. لا الخمسة هنا دي كده نقطة الإي. بعد كده 4 وسالب 7، 4 أهيت وتطلع عند تنزل عند السالب 7 أهيت يا باشمهندس أهي نقطة الإف. بعد كده يا باشمهندس الجي سالب 2 وسالب 3، سالب الاتنين وسالب 2 أهيت عفوا وسالب 3 أهي دي نقطة الجي اشطب عليه. الاتش بسالب 3 وصفر، سالب 3 والصفر يعني واقفه عندها كده دي نقطه الاتش اشطب. عشان احنا ليه بنشطب بس يا باشمهندس؟ عشان محدش بس يسالني في التعليقات، لا احنا بنشطب عشان خاطر ما نكررهاش. تمام. طب هنا الصفر وسالب 3 ادي صفر وسالب 3 اهو. وبعد كده دي نقطه الام. طب ديت 8 و8 ادي التمانية اهيت وتطلع على قصاد التمانية اهو دي نقطه الام. خلصت كده. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 5 بيقول لك أجب حسب المطلوب باستخدام المستوى الإحداثي. رقم أ باللون الأزرق، ورقم ب هنحله باللون الأحمر مثلا ونجيبه أي لون تاني. رقم أ بيقول لك مثل كل نقطة مما يلي ثم اوجد انعكاسها في محور إكس. ركز معايا. 4 و5 تيجي عند الأربعة وطالع على أقساط الخمسة أهي دي نقطة مثلا نسميها مثلا A. أدي نقطة ال A. باشمهندس انعكاسها من محور إكس يعني انزل بالعكس بتاعها. انزل طلع فوق 5 تنزل تحت بسالب 5 اهوت، ودي عامل نقطة وتسميها ايه شرطة مثلا. طب دي 3 وسالب 1، 3 وسالب 1 اهوت دي لا اهي سميها مثلا نقطة البي. دي نقطة البي انعكاسها نزل تحت سالب 1 تطلع فوق سالب 1 اهو تبقى دي كده اسمها البي شرطة. طيب دي كده يا باشمهندس السالب 2 وسالب 4، سالب 2 والسالب 4 انزل 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 اهو سميها لي مثلا سي، يبقى دي كده سي. نزلت تحت سالب 4 تطلع فوق موجب الأربعة أهو اسمها السي شرط. طب آخر واحدة سالب 3 و6، سالب 3 فين سالب 3 أهيت وعلى اقتصاد الستة يا باشمهندس اطلع على اقتصاد الستة أهو. يلا بينا. دي اسمها ايه؟ دي مثلا الإف مثلا انزل لي تحت على اقتصاد السالب 6 وسميها لي الإف شرط نفس الإشعاع. طيب نجيبه باللون الأحمر ورقم ب بس انعكاسها في محور ديت الواي. ركز بقى معايا. 2 و8 ادي الاتنين وعلى اقصاد التمانية راحت كده 8 تروح هناك الناحية التانية 8 اهو تبقى سالب 8 باشمهندس هنا كده. امسح الأخيرة دي كده. طيب لو دي اسمها مثلا اف يا باشمهندس او خليها أي رمز تاني بقى يا باشمهندس عشان بس محدش يتلخبط منه. نحط مثلا ان اهو تبقى دي اسمها ان شرطة. دي اسمها ان. نيجي مثلا الجي سالب 7 و3، سالب 7
اهيت، وعلى اقصاد السالب 3. فين يا باشمهندس السالب 3؟ السالب 3 تحت اهيت اهو. طيب دي اسمها الجي، هات الجي شرطة اللي هي تطلع فوق ب3 اهو، تبقى دي كانت جي شرطة خلاص. طب دي -5 و6 وسميها لي ال دي اف يا باشمهندس صح؟ طب دي مثلا ام -5 و6، -5 وعلى اقصاد، خد بالك يا باشمهندس احنا بنروح الناحية التانية، لا استنى يا باشمهندس عشان دي كده غلط، عشان هنا المفروض نروح على محور الواي، فهنا راحت هنا -7 وربانية عند -7 ونكتب هنا الشرط اهو، دي كده تبقى دي شرط. طب دي الام -5 و6، -5 وتنزل على اقصاد -6 اهوت وتحط لي النقطة دي وسميها ام. هنا بعد كام؟ برافو عليك 5، يبقى نبعد هنا 5 لحد هنا كده، ودي تبقى اسمها الام شرط، وسمي دي مثلا الكيو 8 أو -1. فين 8؟ ادي ال8 بالموجب اهيت و-1 اهو، نزل تحت الشرط نقطة اهي، دي كده اسمها كيو. خلينا نجيب لون تاني، ادي نقطة يا باشمهندس اسمها كيو، او هتعكس هناك كده ب-8 اهو، تبقى دي اسمها الكيو شرط. وكده تكون السؤال ده خلاص. اهم حاجة تبقى انت عارف ان احنا بنحط الرسومات فين يا باشمهندس عشان تعرف تحطها صح. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 6 بيقول لك أكمل باستخدام المستوى الإحداثي المقابل. بيقول لك انعكاس النقطة A في محور الإكس. فين A أهي. هي A دي عبارة عن إيه يا باشمهندس؟ عبارة عن 2 وال4. حلو. انعكاسها في محور إكس يعني تنزل تحت، طلع فوق ب4 تبقى ينزل تحت بالسالب 4، تبقى 2 وسالب 4. هو عايز انعكاس. انعكاس النقطة دي في الواي. فين الدي؟ الدي فين يا باشمهندس؟ دورة بقى معايا أهي. الدي عبارة عن -6 وسالب 1، انعكاسها في واي يبقى تروح هناك، تبقى عبارة عن -6 وكام والواحد، تبقى دي اللي هي التي. وعايز هنا يعني هنا كمان عايز النقطة، تمام، تبقى دي قيمة الار، ادي كده قيمة الار ومساحة بقى ديت. طيب هنا بيقول لك انعكاس النقطة اف في محور واي. انعكاس النقطة اف فين؟ اف ده يا باشمهندس اهي، قال لي اقصدها يا باشمهندس تحت هنا اهي يا باشمهندس، طلع فوق عند ال7 تبقى تنزل تحت -7 اللي هي جي. السي في اكس. فين السي؟ اهيت في محور اكس، تبقى يا باشمهندس تنزل لتحت اللي نقطة ايه؟ الدي، ادي نقطة دي. طب الناحية التانية بيقول لك انعكاس النقطة جي في نقط يكون هو اف. الجي فين؟ اهيت طلعت فوق يكون اف، يبقى انعكاسها محور اكس. طب ده انعكاس النقطة جي فين؟ دي يا باشمهندس ادي جي اهيت في يكون هو كي. فين كده؟ الكي اهيت، يبقى يكون محور الواي خلاص. طب انت عارف بقى يا باشمهندس لما يكون هنا ويروح هنا يبقى انعكاس في نقطة الأصل، ودي هنعرفها قدام شوية. السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 7 بيقول لك أكمل الجدول التالي. النقطة وعايز الانعكاس بتاعها مرة في الإكس ومرة في الواي. انعكاس في محور إكس يبقى احنا بنغير إشارة الواي، يبقى احنا هنا هنغير إشارة 11، تبقى نقول ال4 والسالب 11. طب لو أقول لك في الواي هتبقى السالب 4 والموجب 11. طب بص تعالى نحله عمود أو صف دي كده بصف كده عشان محدش يتلخبط. محور إكس يبقى نغير قيمة الواي، تبقى -1 زي ما هي، وبعد كده كام؟ الموجب 3. برافو عليك. ديت -7 زي ما هي، وبعد كده -9. جميل. وديت هتبقى الاتنين والموجب 12 اجمل، وكده ال10. واوعى حد يقول لي صفر سالب صفر شمس، لان الصفر ليس موجب وليس سالب. طب رقم بانعكاس في محور واي بقى نغير اشاره الاكس، ده هتبقى 1 وسالب 3 زي ما هي، ده هتبقى 7 وموجب 9 زي ما هي، ده هتكون سالب الاتنين والسالب 12، اوعى تنسى السؤال ده يكون سالب 10 والصفر. اوكي. طب رقم 8 أكمل من مالك. النقطة التي بها الإحداثي y هو -7 والإحداثي x هو 2. احنا متفقين إن النقطة بتاعتنا عبارة عن x والواي. قالك x الأول يبقى 2، بعد كده -4 خلاص. طب بص كده، الزوج المرتب الذي يمثل النقطة الأصل هو كام؟ 0 و0. النقطة دي تقع في الربع الكام؟ بص كده، سالب وسالب يبقى الربع الثالث أهو. طيب النقطة التي تقع 0 و7، بص خط الأعداد 0 وتطلع في 7 يبقى محور واي. طب ده النقطة -1 وال4، -1 وال4 تقع في الربع الثاني، ادي الثاني اهو يا باشمهندس. طب ده الإحداثي اكس في الزوج المرتب دهوت هو -3، تكتبوا بالإشارة بتاعته. طب ده النقطة 0 و5 بالانعكاس في محور اكس، بص هي 0 و5 ادي 0 و5، انعكاس في محور اكس هتنزل تحت تبقى 0 وسالب 5. الانعكاس في محور اكس فاحنا بنغير اشارات الواي.
طب النقطة المنعكسة للنقطة دي في محور واي، هو النقطة اللي بتاعتها بكام؟ محور واي يعني مغير إشارة الإكس تبقى -7 والسالب 1، أوعى تنسى الإشارة ها. طب انعكاس النقطة 4 و9 في محور إكس، غير لي إشارة الواي تبقى هنا ال4 والسالب 9. انعكاس النقطتين في محور ايه انا معرفوش، يطلع من النقطة دي نقطة الايه ثابتة اللي هي الاكس، غيرت الواي تبقى انعكاس في محور الاكس، طالما الواي اتغير يبقى انعكاس في محور اكس، طالما الاكس اتغير تبقى انعكاس في محور الواي. طب رقم كام؟ إذا كانت النقطة 4 و A تقع على محور إيه؟ الإكس، تبقى الواي بصفر، فتبقى قيمة إيه دي كام بتساوي كام؟ الصفر. نقطة هي صورة النقطة دهيت بالانعكاس في محور واي، غير لي قيمة الإكس تبقى عبارة عن -7 و3 صحيح و25%. وكده السؤال بيكون خلاص. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 9 بيقول لك اختر إجابة صحيحة من النقطة الإحداثي واي في النقطة اللي هو التاني اللي هو كام؟ 3. طب رقم 2 لتمثيل النقطة ديت فإننا نتحرك أفقيا، خد بالك ده أفقيا وده رأسيا. أفقيا اتجاه ناحية اليمين كام؟ 4. طب أي مما يلي يقع في الربع الرابع، بص كده الربع الرابع هنا عبارة عن موجب وسالب، موجب وسالب، فين ده يا باشمهندس؟ موجب وسالب اللي رقم ب. طب دي النقطة المنعكسة للنقطة دي في محور إكس، غير لي قيمة الواي فتبقى عبارة عن 6 وسالب 7، اختارها بقى من الاختيارات اللي رقم د. طب دي كل مما يلي يقع في الربع الثاني، يعني ايه الربع الثاني؟ الربع الثاني يعني عبارة عن سالب وموجب، سالب وموجب، ما عدا يعني في واحدة بتبقى مختلفة عنها. سالب وموجب ده ربع ثاني، ربع ثاني، ربع ثاني ده الربع أول عشان موجب وموجب. النقطة النقاط تقع على محور الواي فيكون قيمة الإكس بتاعتها بصفر اللي هي رقم ب. إذا كانت النقطة دي كده تقع في الربع الثالث، الربع الثالث اللي هو ده سالب وسالب، فتبقى قيمة ام أي رقم يكون بالسالب اللي هي كام؟ التلاتة. النقطة 0 و6 صورتها بالانعكاس في محور الواي نغير الإكس، هي ثابتة متغيرش، تبقى 0 و6 اللي هي رقم الجي. خلاص كده. تعالى نجيب السؤال اللي بعد كده. طبعا باشمهندس قبل ما نخش في الأسئلة بتاعت الإدارات، لو لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك شعار أول بأول. وخلينا نشوف السؤال الأول، ولكن اختر إجابة صحيحة إجابة المعطاة. الزوج مرتب 2 و3، العدد 2 يمثل الإحداثي إكس، لكن لو قال لك العدد 3 يمثل الإحداثي واي. طيب الإحداثي إكس لأي نقطة تقع على محور الواي هو 0. ليه؟ لو أنا معايا محور كده، دي محور واي، أي نقطة من هنا تبقى 0 و5، 0 و4، 0 و3، أي نقطة تبقى الإحداثي إكس بتاعها بكام؟ 0. انعكاس النقطة في محور واي غير له شوية الإكس اللي هي دي، تكون عبارة عن -5 والخمسة اللي هي رقم أ. أي مما يلي يقع في الربع الرابع، الربع الرابع يعني عبارة عن إيه؟ عبارة يا مستر عن الموجب والسالب، أدي الموجب والسالب، ده فين دي؟ اللي هي الأولى. طب دي سالب وسالب؟ لأ خلاص. طب دي إذا كانت النقطة 7 وسالب 5، هي صورة النقطة دي بالانعكاس في محور إكس، يعني انعكاس محور إكس يعني مغير إشارة الواي، دي كده -5 غير الإشارة تطلع ما تساوي 5، تبقى دي كده قيمة الاتش. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 2 بيقول لك أكمل مما يلي في الزوج المرتب دوت كده الإحداثي إكس اللي هو هنا 7، بينما الإحداثي واي اللي هو هنا 6. نقطة تقاطع المحور الأفقي إكس والمحور الرأسي واي، خد بالك هي نقطة الأصل، تسمى نقطة الأصل أهي، ودي اللي هي عبارة عن 0 وصفر يا باشمهندس. انعكاس النقطة في محور واي غير إشارة الإكس، فهتكون عبارة عن 5 والسالب 2. النقطة -2 وسالب 2 تقع في الربع الكام؟ سالب وسالب يبقى الربع الثالث، دي معروفة. طب وموجب وموجب يبقى الربع الأول، برافو عليك. إذا كانت النقطة 5 وA ناقص 7 تقع على محور إكس، يعني الواي بصفر، فنقول له إن الA ناقص 7 بتساوي 0، وأنت بعكس إشارة تبقى قيمة الA بتساوي 7، اكتب في النقطة هنا 7. طيب 6 و0 تقع على محور إيه؟ الإكس بصفر، الواي بصفر، تبقى تقع على محور إكس، تقع على محور إكس. انعكاس النقطة ده في محور A يساوي هنا 1 و7، دي -1 أصبحت -1، يبقى الانعكاس في محور إيه؟ واي، برافو عليك. احنا في الانعكاس في محور واي بنغير إشارة الإكس، برافو عليك يا شمس. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 3 والسؤال الأخير في الفيديو اللي هو جاي في امتحان محافظة بني سويف 2024 السنة اللي فاتت. لو انت محافظ بني سويف يا باشمهندس، هي تكتب لنا في التعليقات وتكتب لنا انت من محافظة ايه، وده يا باشمهندس هيفيدنا جدا عشان خاطر نعمل مذكرة مراجعة تكون لما بأفكار المنهج اللي لما من المحافظات من متابعينا الكرام. السؤال بيقول لك هنا في المستوى الإحداثي التي أمامك حدد النقاط التالية. قيمة ال A هنا بتساوي 2 و2،
تلاقي عند الاتنين وتطلع لها قصاد الاتنين اهو، دي كده اسمها قيمة الايه. البي بسالب اتنين واتنين، سالب اتنين واتنين اهي واسمها بي. السي عبارة عن سالب اتنين وسالب اتنين، سالب اتنين وسالب اتنين اهو كده عبارة عن السي. الدي عبارة عن الاتنين وسالب الاتنين، اتنين وسالب الاتنين اهو، دي كده عبارة عن قيمة الدي. باشمهندس احنا كده خلصنا الدرس، بس خد بالك بقى عشان تفيدك بقى في الدرس الجاي. لما يجي يسألك ده شكل ايه، ادي المربعات واحد اتنين تلاتة اربعة، دول كده يا مستر اربع مربعات، واحد اتنين تلاتة اربعة، ودول اربعة، يبقى ال A B C D شكل ايه يا باشمهندس؟ مربع. برافو عليك. وده اللي احنا هنعرفه الحصة الجاية يا باشمهندس. ما تنساش تشترك في القناة عشان نحلوها ان شاء الله في الحصة الجاية في الفيديو الجاي. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.